معقول يا حنان معقول؟ يعني دي مرة كم انا اجي اتكلم معاك؟ يا اخي دي المرة ال20 يا اخي. يا اخي ما ممكن انا اشيل واجيبه في البطاح واردم في الشارع وقروش ما بتشاركوا معي بالقروش. انا اجيبه اردم في الشارع وانتوا تقعدوا تخربوا لي بسريركم الكاب 24 ساعة ده، وبجيها بغادي سعاد بغادي تغلي في البلاعه وتقعد تكشحني في الشارع، وبعد ده كليبكم يقعد يحفر لي الطين وغنم محمد يخرب جولي الحيطه. يا اخي ليه يا اخي تبدي حله شنو دي يا اخي؟ دي يا اخي يوم اسود لسه كنت فيه في الحله دي يا اخي. والمطلوب شنو ان شاء الله؟ المطلوب انك تشوف لك سباك ولا مصيبه تقفل السرير بتاعك الكاب 24 ساعه ده. ولو ما مستطيعة؟ ما مستطيعه؟ وانت لو ما مستطيعه عندك سرير؟ ولا بتجي تشتري حاجات بالشيك فلاني من الجمعيه؟ ولا نسيت انا رئيس الجمعيه؟ الله الله، انت قاعد تتفرج علي وانا بشتري في الحاجات ولا لا ما بتفرج عليك، لكن في شنو؟ الحله دي انا عارفاها كويس. ما تشوفيني انا قافله عليه بيتي وقاعده. انا ما مستطيعة وما حاعمل اي شيء، وعلى ما في خيلك اركبي، مع انا ما بتكلم معاك، انت بتتكلم مع الرجالة. اتكلم مع الرجاله؟ وانا قلت لك اتكلم مع الرجاله؟ لا اتكلم مع، اسمعي هنا اسمعي، اخر انذار. شفتي؟ انا داني لو جيت لقيت الصرير ده كاب بمويه حمشي لناس المحليه، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ محمد مرحب. محمد من ده؟ دي انا امان. اوه كان مفتش العام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف يا محمد؟ ما شاء الله، المفتش العام على الرزاق. عندنا مناسبه، عرسوني شنو؟ عندكم مناسبة. كنت بقوش في الشارع هسه والله تعبانه تعب شيء. اسمعني يا محمد. نعم. عليك الله دي مره 20 انا اكلمك يا اخي. انا والله العظيم البهايم والحمار بتاعك ده وكان ممكن مش اكلمه لو بيفهموا، لكن المشكله ما الا اكلمك انت. مالك ما غشيتون ولا تكلمتين نظمتيون؟ كانت تمشي اليوم. انضم معاهم كيف يعني؟ تقولي لهم الكلام اللي بيسوي فيه ده غلط. انا انضم معاك انت، وانت عارف غنمك ده بيجرح لي الحيطه. انا ضرب المباسك هسه في العيد الفاتحه يا محمد يا اخي. الغنم حقت انا؟ ايوه هن في الطريق في الشارع 24 ساعه يجرح على الحيطة؟ بيقروني. خلاص ليك علي. الليلة اجي لك جلدة اقول لهم تاني ما تمشي انت كرسي الحيطة حقت الجيران. هو يا محمد انت عارفني انا شفتها من دربي ده ممكن امشي للمحليه طوالي، وحمار ده حاميين نوم يا جماعه. ما ممكن يا اخي الحله دي، ما ممكن انا ما انوم بالنهار اشوف الحمار ليه؟ ده محمار لكن ثم ده خشمه عمل لي حاجه يعني الرفض يعني ولا سوي له شنو؟ ده محمار اصب كوري بيقول محمار. ما ممكن تعمل كمان داير يسكت. انتوا عاملين لنا ازعاج في الحله بصراحه يا جماعه. ازعاج كيف يعني؟ البهايم نخليه ما يكور كان يصومني سبت انسان يعني الطرش يعني ما يتكلمن يعني هذا كلامي. هسه انت عليك الله النز عليك. يوم واحد وقفت من النظم ده، يوم واحد ما بترتعي ساعة البهايم ده في الحقيقه عشان في زول في الحله دي ما في زول مهتم بالحله دي غيري يعني. خلاص البهايم ده لحد يوم بيكرشن ويتحكم. لا ما بيتحكم والشجر قال ليه الشجر كله لا يعني احنا نخلي عيشتنا ولا كيف؟ والله مشكلتك يا محمد يعني عشان خاطرك انت نخلي عيشتنا يعني يا اخي وانا من هنا ماشي المحليه. هند عليك الله. هسه بيقولاك ده ما ازعجت عليه البهايم دين مسويين ازعاجنا في زول لسه مزعج اكتر منك انت. بعدين الغنم علمناه بيقول ميع ميع. الحمار بيقول هي ها. الحمار بيقول لا ما بيقول كده بيقول كلمتك يا منيح ما بتفضل. كلمتك 100 مره وتك حركه الوساخه دي لما تجي الشغلات دي تشيل توديها هناك الزلط هناك، ما تاخدها هنا عشان غنم محمد يجي يدفوقها في الوطن وانا اقعد اقصها كل يوم. كويس بالراحه ما بالراحه. واقول لك الف مبروك على بيت خالتك. مبروك لشنو يا اخي عليك الله؟ والله اقول لك الف مبروك يا اخي، وان شاء الله يعني ربنا يعني تملها بخير يا خلاص يا توفيق ان شاء الله باذن. والحنه دي جميله على فكره يا اخي شنو عليك الله يا اخي عليك والله الله. الحنه دي جميله يا اخي. يعني انا بعمل حياتي مهمه في الاول نظف بيتك ده في الاول بعدين تعال اتكلم. لا البيت بتنظف وستي تيجي تنظفه ان شاء الله باذن الله. تنظف ولا ما تنظف مشكله ده يا اخي؟ ما في اي مشكله. شوفي علي فكره الحنه دي جميله جدا جدا يا اخي وبعدين؟ فايه رايك لو الحنه دي كملناها وتوجناها؟ يا اخي عليك ما تسوي لي حاجه يا اخي. لا انت ما تقولي خليك زول هذا جدا واسمع كلامي للنهايه. انا في الحقيقه بكره جاي البيت عشان اطلبك من اهلك، ايه رايك؟ غايته جنس نظافه كده حتى